الحديث ما يلفت الانتباه هو نضال المرأة الكردية في ظل الاحتلال الدولي والفكر القوموي وتعرض شعبها لأبشع أنواع التنكيل والمجازر والويلات، مما جعلتها تنخرط في صفوف القتال مع الرجل جنبا إلى جنب. شقاس اغتصاب هاتي كرد هندري وبيج دهندري عفري دهندري سريكانية دهندري كري سبي ودروج آباد تبي وتسوري قشيدة أف كسي بناوي قانون باخد كن بناوي عدالة باخد كن أموك حركاجن أموك قانوني وعدالة بانقامة أم ناي قبول كرن وأم تكوشيني بكن أم سريج بويراكن. من مصر ألف تحية لأشجع النساء وأجمل النساء. الحقيقة موضوع شائك جدا هو موضوع العنف ضد المرأة، والحقيقة أن العنف ضد المرأة مش ظاهرة خاصة بالمرأة العربية أو السورية أو الكردية فقط. فقمع المرأة وصل لديهم إلى أعلى المستويات، وكل هذه الجرائم منهي عنها ومعاقب عليها من قبل كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والمجتمعية. ديروكا دين إسلامي داجي هاتيا كن ديروكا دين إسلامي داجي شنو جان دايا حتى كو دين إسلامي هاتيا وجودي تاريخ كو عشائر راجي جنا أو بيغهاتين جني كو خاكرين ضحية نصان النوي كو قيمة جرى وردان نوي قيمة جرى نوي دان أو عشير همبر هفرابين جني شو خاكرية ضحيات نقابة وادا كم كا خسر خاي خستيا أفيدا نقابة وعشيرة دلفانية. تزايد المطالبات باستبعاد قادة الفصائل المتورطين في الانتهاكات من أي دور في مستقبل سوريا السياسي والعسكري، وعلى رأسهم أحمد أحسان فياض الهايس ومحمد الجاسم وسيف بولاد أبو بكر. هذا الإسلام الذي ينادي بتهميش المرأة وتصغيرها لأنهم يعرفون قوة المرأة. في العديد من المجتمعات لا تزال النساء تواجهن أشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وغالبا ما يتم التغاضي عن هذه الجرائم أو التعامل معها بتساهل. تطبيق القوانين والمواثيق الدولية اللي بتحمي النساء واللي بتحاسب هذه الجرائم، وبأكد على ضرورة التضامن وتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية